نلتقي مع الإعلام الكبير أيمن وهدان صاحب موقع وسط العرب نيوز الأول، أول صحيفة نتية في فيينا، صح؟ أول صحيفة نتية. هسيبه النهارده يقول لنا مناسبة الانفطار الرمضاني النهارده اللي تحت رعاية الأستاذ عبد العاطي كريمي، يوضح لنا ايه المناسبة وليه سمي باسم برونالدو، فطار برونالدو. كل عام وحضراتكم طيبين. بيسعدني ان انا بتكلم على القناه الجميله ديت. طبعا سهاله طلبت مني ان اتكلم عن الفطار، عن القعديه ديت. بتتم من سنوات قليله. الحقيقه انها بتجمع العرب على الفطار بشكل جيد جدا. غير كده بيشارك فيها اعضاء من البرلمان السابع على حزب الخضر. النهارده في 2 برلمانيين، يعني اعتزيت جدا وانبسطت جدا ان انا اقابلهم. عندهم بعد انساني جميل، وهو دوت طبيعه الحزب الخضر. مش بعمل له اعلان، بس هي فعلا دي طبيعه الحزب. طبعا كان اللي بيقود الامه العربيه في النمسا او بالنسبه لحزب الخضر هو الاستاذ عبد العاطي كريمي. الشخصيات الجميله، لابس النهارده لبس مميز عامل زي الملك بالظبط. مولانا جلاله الملك. الحزب الخضر حزب ذكي سياسيا، واللي انا عجبني فيه في الحقيقه هذا انه ذكي سياسيا. ازاي؟ ان هو في يوم دخل احد السياسيين من احد الاحزاب الحاكمه في النمسا المحترمه، احد الاسواق في فيينا 10، ولما دخل السوق كان المفروض يكون مبسوط ان العرب استطاعوا ان يندمجوا في المجتمع، العرب الجدد، وانهم يعملوا محلات ومواد غذائيه بصفه عامه. ولكنه قال انا مش حاسس ان في النمسا، انا حاسس، او كلام بهذا المعنى، انا ما سمعتش الكلام بالظبط، وصل لي الكلام يعني ان ليه بقت ماركت عربي، بقت سوق عربي وكده. الحقيقه انا عايز اقول له ان اولا نفتقد للذكاء السياسي. المفروض الحزب يحاسبه على هذا، المفروض يتكلم بطريقه محترمه اكتر من كده، لان الحزب بتاعه حزب محترم الحقيقه وبيعرفوا يتكلموا مش زي احزاب ثانيه. والحاجه الاهم من كده انه لابد انه كان يعلم او يدرس في اكاديميه الحزب ان التعدديه الثقافيه بتقوي المجتمع النمساوي. فعلا. ان كلما تعددت المناحل والمشارب الثقافيه كل ما ده قوى المجتمع. حتى اللغه الالمانيه اصلها من قبائل هاجرت من الهند، من اسيا الوسطى او من الشرق. فاحنا كلنا عالم واحد، والعالم كله بفضل الانترنت وبفضل المواصلات والاتصالات اصبح قريه واحده، والمفروض السياسيين يكونوا على هذا المستوى. حتى احنا عندنا حتى السياسيين مش على نفس المستوى، يعني مثلا حزب من الاحزاب برضه الكبيره اللي بنحبها وبنحترمها لما يجي يخلي المسؤول عن اتجاهنا او اللي هو صوره الحزب اتجاهنا واحد عنده شيء من عدم الدرايه، عدم الثقافه الحزبيه، دي بتبقى حاجه مزعجه جدا، بيدي ريفلكس سيء، انعكاس سيء عن الحزب. شكرا ليك استاذ ايمن على اللقاء الجميل دوت، ونتمنى دايما نلتقي في لقاءات جميله في فيينا. الله يحفظك، مع السلامه، كل عام وانتم بخير.